فهذه المدينه الشعبيه الاحتجاجيه ضد الاقطاع الاجتماعي. اليوم حنا قدام مؤسسه ديال النيابه الاقليميه للتربيه والتكوين امام احد القطاعات الاساسيه اللي يتم الاعتماد ديالها في المؤشرات ديال التنميه البشريه. هذا القطاع اليوم للحكومات المتعاقبه تشن غارات لتدمير المدرسه العموميه، واي تنميه غنتكلموا عليها اليوم، والالاف والملايين ديال الاطفال في تلك المدرسه ما لاقيش المقعد ديالهم في المدرسه. اي تنميه غنتكلموا عليها اليوم، والالاف ديال خريجي المعاهد والكليات والجامعات في بطاله، في وقت اليوم ان الاحصائيات والاحصائيات ديال 98 الوقيته اللي كنسمع العلوي وزير التربيه الوطنيه كان تيقول انه على الاقل تخصنا 60,000 وظيفه في قطاع التعليم باش نتمكنوا باش نوصلوا التعميم ديال التعليم. لكن اليوم ومن بعد المغادره الطوعيه ومن بعد التوسع ديال المؤسسات كنلقاو انه الغالبيه ديال التلام وديال الاطفال ما لاقيش المقاعد، وحتى التلام والاطفال اللي لاقيين المقاعد، وحتى الاطفال والتلام اللي لاقيين المقاعد اش من قاعات، اش من مدارس، اش من بنيه تحتيه، اش من مصيبه. حتى باش بناو لينا جامعه بمؤسسات لا تحمل الا الاسم ديال الجامعه، حتى المنح الجامعيه اليوم امام الغلاء العدد ديال الطلبه، العدد ديال الطلاب اليوم ديال الاقليم اللي عندهم المنحه، ناهيك على الملايير المخصصه في اطار ما يسمى بالمخطط الاستعجالي. فين مشاو الملايير؟ الفلوس كتاب فين مشاو؟ انها نيابه ديال الفساد، نيابه ديال النهب المال العام، واللي تيخصها تكون على راس واولويات نضالنا. شرط سعود هو من اجل تعليم مجاني وديمقراطي، لان الخطابات اليوم ديال الحكومه المغربيه خطاب هجومي، خطاب الاجهاز على ما تبقى مشان سميتها المجانيه ديال التعليم في المغرب. اذا علينا اليوم انا ناضلوا فين مشاو الملايير. انا نعطيكم الاحصاء، عطاونا احصاء في اطار تفاوض مع النيابه ما يزيد على مليار مخصص للمؤسسات التعليميه في الكره بوحديتها. فين مشات؟ ناهيك عن الميزانيه المخصصه في النيابه الاقليميه كاملتها. مؤسسات تعليميه وكانها تعرضت لقصوفات. شروط ديال التحصيل العلمي لا تحمل الا الاسم في الوقيته للاذاعه والتلفزه، والمسؤولين بلا ما يحشموا يطلعوا علينا بالهضره الخاويه ديالهم وبالتكتبات ديالهم. اذا علينا النضال من اجل في الدفاع عن المدرسه العموميه ومن اجل تعليم مجاني وديمقراطي. هذه المدرسه العموميه اللي تهيا امانه في عنقنا، لان العالم المغاربه ما ننساوش الانتفاضه ديال 65 اللي تقتلوا فيها الناس وتعتقلوا فيها الناس. ما ننساوش النضالات الطلابيه والاعتقالات والاغتيالات. ما ننساوش الانتفاضه ديال 81 و84 وديال 90 والنضالات ديال الشعب المغربي من اجل هذا المكتسب ديال المدرسه العموميه. اذا علينا ان نواصل طريقه النضال من اجل الخدمات التعليميه مجانيه، ونقيسوا على باقي القطاعات العموميه اللي اليوم بالنسبه للدوله هي قطاعات غير منتجه ومعروضه للبيع. وهذا الشيء اللي تيبين الانتشار ديال التعليم الخصوصي، وكيبني كذلك انتشار الكلينيكات الخاصه، لانهم ينتجون في كل شيء لارواحنا وفي مستقبل ابنائنا. اذا علينا ان نكون في المستوى ديال التصدي وديال المواجهه وتحليل النضاليه.